الكمبير التركي لأول مرة هنجربه في مصر في اسكندرية، وهو عبارة عن بطاطس كبيرة بتدخل الفرن تطلع مشوية وتحط عليها كل ده مع الفراخ أو من غير. بعد ما تتشوي يفتحها من النص ويحط التوابل والملح وعليها حتة الزبدة فوقهم الموزاريلا وعليها الصوصات ويقلب كله في بعض بالشوكة لحد ما يبقى فيه انسيابية، ويفردها وينزل عليها بالزبدة ويسيبها في الفرن شوية، وبعدين يحط عليها الكولسلو والبسلة والخس والزيتون والفلفل والذرة وعليها قطع الفراخ الكريسبي، وعندهم فراخ باربيكيو كمان، وينزل على الكريسبي بالصوصات، وينزل بقى الطبقين، واحد كومبير كلاسيك وواحد كومبير كريسبي، الشكل تحفة وريحتهم جميلة وتجوع. ودخل نصر من تحت اخر طبقة وطعمها حلو قوي، والبطاطس مستوية وخفيفه مع الجبنه الموزاريلا جمدان. ودخلت على الكريسبي طعم الفراخ حلو جدا مع الذره بقى والهاليبينو والميكس، بجد عاجبني جدا. والفراخ بصراحه يا جماعه نضيفه وقلبها نضيف وحلوه، وبصراحه ربنا انا ما اكلتش بحلاوه والطعم ده. المكان اسمه فابوري فود كورت كارفور سموحه، تجربه روعه، اتمنى ان انتم تجربوها ونشوفكم في تجربه جديده مع المطعم جيه.